تعرفوا ان الكراكرز وصفة مصرية؟ مش بس كده، دي اصلا فرعونية، يعني بقالها اكتر من 3000 سنة. تعالوا بقى اقول لكم ازاي بدأت وازاي نعملها في الحلقة الرابعة من سلسلة حكاية اكل. في العصر الفرعوني كان السفر مش ايام زي دلوقتي، ده كان ممكن يفضل بالشهور، فكان لازم يفكروا في وجبات خفيفة معاهم ما تكونش بتبوظ بسرعة او حرارة الشمس في الصحراء تفسدها. فكان الحل المناسب انهم يعملوا عجينة بدقيق القمح او الشعير، ويرققوا العجينة على قد ما يقدروا ويسيبوها تتحمص في اشعة الشمس او في افران الطين، ويكسروها لكسرات صغيرة عشان ما تاخدش مساحة. ومن هنا جت فكرة المقرمشات والوجبات الخفيفة اللي توارثناها عبر الأجيال، لحد لما جه عام 1896 وجه الشيف الأمريكي دبليو إليوت وعمل المقرمشات بالدقيق الأبيض والجبنة. عملناها مع بعض قبل كده وسماها تشيز، وسجلها كبراءة اختراع عام 1921 على أساس اللي هو اللي اخترعها. مثلا فكرني بقصة الدوناتس الهولندية اللي حكيتها لكم قبل كده وازاي بقت أمريكية. المهم الوصفتين طعمهم حلو جدا، لازم تجربوهم.